لو انت داخل ثانوية عامة السنة دي، فانا عارفة انك محتار بين انك تروح دروس عادية في اي سنتر، او تقرر انك تاخد دروسك اونلاين. وخايف لو انك اعتمدت على الاونلاين ما تقدرش تحقق النتيجة اللي انت بتتمناها، وفي نفس الوقت حاسس ان نزولك للدروس هيضيع كتير من الوقت اللي كان ممكن توفره للمذاكرة، او حتى انك تاخد بريك وتريح نفسك بين المواد. في الفيديو ده مش بس هنتعرف على مزايا وعيوب الدروس اونلاين ودروس الاوفلاين او الدروس في السنتر، لكن هعرفك امتى تختار الاونلاين وامتى تقرر انك لازم تروح سنتر. يلا نبدأ الفيديو عشان ما اطولش عليك. مع بداية نظام التعليم الجديد أصبح الطالب في حيرة ما بين إنه يقرر إنه ياخد دروس في السنتر، ولا يدرس على المنصات التعليمية اللي بيسموها الدروس الأونلاين. في النقطة دي يا صديقي أنا هعرض لك وجهة نظري في الاتنين، كل طريقة فيهم ليها مزايا وليها عيوب، وفي الآخر أنت ليك حرية اختيار الطريقة اللي تناسبك بعد طبعا ما تسمع الكلام اللي هقولك عليه في الفيديو. يا ريت تركز في اللي هقوله وتفهم كويس انا عايزه اقولك ايه، عشان تقدر تاخد قرار صح وما تندمش عليه في نص السنه او اخر السنه لما تقرب الامتحانات. مش بخوفك، بس انا عايزاك تستفاد من كل كلمه هتسمعها في الفيديو. الدروس في السنتر هي دروس تقليدية انت متعود اكيد عليها، حاجة مش جديدة عليك. مدرس بيشرح قدامك وانت بتسمع له بكل تركيز واهتمام، ده طبعا لو عايز تفهم هو بيقول ايه. ما علينا، الفكرة هنا ان المدرس بيشرح الدرس مرة واحدة بس، انت بتحضر الحصة مرة واحدة والحصة مش بتتعاد. ده غير انك ملتزم بميعاد الحصة بتاعتك، يعني اذا اتأخرت او غبت لأي سبب عن الحصة فالمدرس مش مجبر انه يعيد لك الشرح اللي فاتك او يعيد لك شرح الحاجات اللي فاتتك. كمان اذا فقدت تركيزك للحظات اثناء الحصة من الصعب عليك انك تخلي المدرس يعيد الشرح مرة تانية. ما انت مش بتاخد لوحدك الدرس، في ناس غيرك انت هتعطلهم. بالإضافة إلى إن عشان تنزل من بيتك وتروح الحصة بتاعتك فأنت هتضيع وقت في المشوار، ده غير إنك هتتكلف فلوس المواصلات لو ما كانش الدرس طبعا قريب منك. ولكن دروس السنتر بالنسبة لبعض الطلاب لا غنى عنها، لأن الطالب بيكون قدام المدرس وجها لوجه، ومن السهل جدا إنه يسأل المدرس أي سؤال أو يستفسر عن أي معلومة. يعني التفاعل بين الطالب والمدرس بيكون موجود، وده في حد ذاته بيحسس الطالب بجو الدراسة. أما بقى على الجانب الآخر ففي الدروس الأونلاين فالطالب يقدر يعيد الشرح أو الحصة مرة واثنين وتلاتة لحد ما يفهم الدرس كويس. يقدر كمان يرجع الجزئية اللي مش فاهمها في الفيديو ويسمعها مرة تانية. يقدر كمان يسمع الدرس في الوقت المناسب ليه، يسمع الدرس بالليل أو يسمعه بالنهار زي ما يحب حسب ظروفه. ده غير ان الطالب يقدر يغير المدرس بسهولة وينتقل من مدرس للتاني لحد ما يثبت على المدرس اللي بيفهم منه كويس. كمان الطالب اللي قرر انه يدرس اونلاين قدر يوفر وقت وفلوس المواصلات والوقت الضايع في الحصة نفسها كمان. ولكن لو جينا نبص على الجانب السلبي في دروس الاونلاين هتقابلنا مشكلة البعد النفسي، نتيجة ان الطالب قاعد طول الوقت في البيت ما بيتعاملش مع بشر، فهتلاقيه بيتوحد مع نفسه بسهولة، وهتلاقيه كمان ممكن يزهق وممكن يجيله اكتئاب وممكن يتخانق من القعدة لوحده. كمان عدم التفاعل بين الطالب والمدرس هي كمان من اكتر الحاجات السلبية لدروس الاونلاين، ولكن هي ليها حلول، زي مثلا انك تراسل فريق الدعم على الواتساب وغيره، او انك تكتب في التعليقات اذا متاح والمدرس بيجاوب عليك. يعني المشكلة دي محلولة الى حد ما. بعد ما عرضت عليكم مزايا وعيوب الدروس في السنتر والدروس الاونلاين فدلوقتي القرار قرارك، ولكن وانت بتقرر لازم تكون فاهم انت شخصيتك من انهي نوع.
من انهي نوع في المذاكرة. يعني لو كنت من الشخصيات اللي بتقدر تتابع نفسك وتقدر تنظم مواعيدك وتقدر تذاكر وتعمل كنترول على نفسك من الالف الى الياء، فكده الاونلاين ممتاز جدا بالنسبة لك. لكن لو انت طالب ما بتمشيش غير بالمتابعة والزن على دماغك والبابا وماما او حد كبير يقولك خدت ايه ورحت فين وجيت منين، فالسنتر هنا هو المكان المناسب ليك. واذا كان قرارك هو السنتر، فنصيحة ليك قبل ما تحجز مع اي مدرس ياريت تسأل الطلاب من الدفعات السابقة، الطلاب المتفوقين طبعا اللي بتثق فيهم، اسألهم عن افضل المدرسين ومزايا وعيوب كل مدرس. اما بقى اذا كنت هتاخد اونلاين فعندك طريقين، الطريق المجاني والطريق المدفوع. الطريق المدفوع مش هتكلم عنه، اما بقى عن الطريق المجاني فانا اعرف طلاب جربوه الحمد لله جابوا مجاميع كويسة، بس هو بيحتاج تعب في الاول لحد ما توصل لمدرسين شرحهم مناسب بالنسبة لك وبيقدموا المعلومة كاملة. الطريق المجاني في الدراسة الأونلاين عبارة عن جزئين، جزء هو اليوتيوب، فمنصة اليوتيوب غنية طبعا بكتير من المدرسين وعليها مدرسين كفاءة وعظماء. وفي المنصات التعليمية المختلفة كمان في المنصات، خاصة المنصات اللي هي تابعة لوزارة التربية والتعليم، دي كمان منصة من المنصات اللي هتلاقيها بتدي شرح ممتاز جدا وفي نفس الوقت مجانية، مش بتدفع فيها اي حاجة، ما بتدفعش بس غير فاتورة الانترنت. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى من كل طالب رايح تالتة ثانوي السنة دي انه يكون قادر يقرر القرار المناسب بالنسبة له، ومع تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل طالب مجتهد، وثق تماما ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع قناتكم قناة عقلية تانية.